أسعار الحديد اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في مصر وتركيا وعالميا. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو، اشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أسعار وأخبار الحديد باستمرار. وإليكم أسعار الخامات العالمية الداخلة في صناعة الحديد والصلب، حيث سجل خام الحديد 103 دولار للطن، كما سجلت خردة الحديد المستوردة والتي تصل إلى تركيا 374 دولار للطن، والبلت التركي سجل ما بين 590 إلى 610 دولار للطن. أما بالنسبة لحديد التسليح التركي فسجل ما بين 670 إلى 680 دولار للطن. أما بالنسبة للسوق المحلي في مصر، قد أعلنت مصانع الحديد عن أسعارها الجديدة لشهر ديسمبر، حيث أعلنت شركة حديد عز عن أسعارها الجديدة وهي 20,450 جنيه للطن، بزيادة قدرها 800 جنيه للطن. كما أعلنت شركة حديد بشاي للصلب بأن أسعارها الجديدة لشهر ديسمبر هي 21,204 جنيه للطن، بزيادة قيمتها 1,304 جنيه للطن. وشركة حديد السويس للصلب وشركة حديد المصريين أعلنا عن أسعارهما الجديدة لشهر ديسمبر بزيادة قدرها 800 جنيه للطن، ليصبح سعر أرض المصنع لديهما هو 20,350 جنيه للطن. وأيضا حديد الجرحي ارتفع سعره أيضا بقيمة 1,700 جنيه للطن، ليسجل سعر طن تسليم أرض المصنع 21,100 جنيه. وشركة حديد المراكبي أيضا أعلنت عن أسعارها الجديدة لتسجل 20,330 جنيه للطن، بزيادة 780 جنيه للطن. من فضلكم ادعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أسعار وأخبار الحديد باستمرار.